النهارده نعمل كيكه ناجحه جدا بمقادير اقتصاديه، وهي تعتبر كيكه يوميه، يعني تقدروا تعملوها كل يوم لانها ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها، وكمان مكوناتها بسيطه مش زي باقي الكيكات. هو تكنيك واحد لو عملتوه هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عليها، عاليه جدا وهشه كده، وطعمها كان في منتهى الجمال. كل اللي طالباه منكم ان انتوا تتحمسوا كده معايا، تحطوا لايك للفيديو، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات، وصلوا على النبي في الكومنتات، وتعالوا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه لازم تعملوها قبل ما تبداوا في عمل الكيك، تشغلوا الفرن بتاعكم على اقل درجه حراره، وبعد كده تجيبوا صينيه ايا كان نوع الصينيه الموجوده عندكم، هتنزلوا فيها بمعلقه زيت وربع معلقه دقيق، وتبداوا تبطنوا الصينيه بالشكل ده علشان اول ما نحضر الكيكه نصبها في الصينيه على طول وندخلها على الفرن. المقادير بتاعتنا عباره عن كوبايه سكر، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه حليب دافي، واربع بيضات بدرجه حراره المطبخ، معلقه خل وفانيليا سايله، وباكت من البيكنج باودر. في شفشق الخلاط هبتدي انزل بالاربع بيضات بتوعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه من الفانيليا السايله، او ممكن باكت من الفانيليا البودر، وهضيف السكر والزيت والحليب. الحليب يكون دافي يا جماعه، تمام. بعدين هبتدي اخفق المكونات دي كويس جدا في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما اتاكد ان المكونات كلها امتزجت في بعضها والسكر داب. في بوله فاضيه عندي هبتدي انخل كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، ولازم تنخلوا الدقيق كويس جدا علشان الكيك يكون هش كده وفلافي. انا نخلت كوبايتين بالشكل اللي شايفينه ده، وفي كوبايه صغيره عندي اللي هي تعادل نص كوبايه من الطويله، تمام. يبقى احنا كده معانا كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، لازم ننخلهم كويس جدا. بعد ما نخلنا الدقيق هبتدي انزل بباكت من البيكنج باودر او معلقه كبيره، وكمان هضيف ذره ملح. هجيب المضرب بتاعي وهبتدي اقلب المكونات الجافه دي في بعضها كويس جدا علشان تمتزج في بعض. ودلوقتي هنضيف الخليط السائل بالشكل ده، ونضيف كمان معلقه خل، ودي هتخلي الكيك بتاعك هش ومظبوط وفلافي جدا. هقلب بقى في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده، مش هنقلب كتير، احنا بس عايزين المكونات كلها تتجانس في بعضها، ونحاول نلم الاحرف كده وقعر البوله علشان لو في اي دقيق متكتل تحت، تمام. مش هنقلب كتير خالص، يا دوب المكونات تتجانس في بعضها. وزي ما قلت لكم قبل ما بنبتدي في عمل الكيك، الفرن بتاعي شغال على اقل درجه حراره علشان الكيكه لازم تدخل على فرن سخن مسبقا. دلوقتي هصب الكيكه في البايركس بتاعي او في الصينيه بتاعتي. مقدار الكيكه اللي انا عاملاه يعني يناسب صينيه مقاس 30، بس الصينيه دي كانت مقاس تقريبا 28، فانا الباقي ضفته في طاجن كده. وقبل ما ندخل الكيكه نحاول بخله اسنان او باي حاجه عندنا نعمل فيها بالشكل اللي شايفينه ده، علشان لو فيها اي فقاعات هواء. بعدين هندخلها في الفرن زي ما قلنا متسخن مسبقا على درجه حراره 160 في الرف الوسطاني. اخدت معايا بالظبط 25 دقيقه، انتوا بس تابعوها اول ما تدخلوها الفرن بعد تلت ساعه كده، بصوا عليها وتختبروها بخله كده، لو لقيتوها استوت تبداوا تطلعوها، ما تفتحوش عليها قبل تلت ساعه علشان ما تهبطش معاكم. بجد ما شاء الله عليها زي ما انتم شايفين كده مستويه وزي الفل. وطبعا انا فتحت عليها الشوايه على نار واطيه في الاخر لما لقيتها استوت علشان تاخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده. هبتدي نقطعها، هي كانت لسه سخنه خالص، بس انا هقطعها علشان اوريكم من جوه هي عامله ازاي، وكمان هوريكم اللي في الطاجن دي بجد يعني جميله قوي وعاليه ومستويه. طبعا الحركه اللي انت بتمشي فيها خله كده قبل ما تدخليها الفرن بتطلعي فقاعات الهواء علشان ما تبقاش فيها دوائر كده من جوه. بص بقى الكيكه بتاعتي، يعني الطاجن ده مع انه يعتبر الكميه كانت فيه كبيره، بس بجد مستوي وفلافي كده من جوه، ولون الكيك نفسه خطير. وشايفين شايفين شكل الكيكه اصلا، يعني انتوا لو قربتوا بجد التصوير كمان ظالمها، جميله جدا. كنت شايلاها وهي سخنه، بس عايزه اوريكم مع ان هي لسه ما بردتش قد ايه هي ناجحه وقد ايه هي هشه وطريه. بجد لو عملتوها بنفس الطريقه هتبقى حلوه معاكم قوي. وكمان لو استخدمتوا سكر نوع كويس وزيت هتطلع لونها جميل معاكم. متاكده ان انتوا بعد ما شفتوا الطريقه وشكل الكيك وهشاشته وارتفاعه ان انتوا هتعتمدوا الوصفه دي، لانها سهله جدا ومنقذه يعني، وكل مكوناتها في البيت، مش هتضطروا تشتروا اي حاجه من بره. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا تحطوا لايك للفيديو، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات علشان يترفع والناس كلها تقدر تشوف الوصفه المميزه دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وشيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تشرفوني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.